الحشرة وقعت قدامك في ثواني، لسه ما ينفعش نقول ان المبيد ده نجح، لان في علم المبيدات في فرق كبير جدا ما بين النوك داون والموت الحقيقي للحشرة. النوك داون معناه ان الحشرة فقدت قدرتها على الحركة بسرعة بعد التعرض للمبيد، لكن علميا الحشرة اللي وقعت دي مش شرط تكون ماتت لانها ما بتتحرك. عشان كده حتى في اختبارات كفاءة المبيدات بتتسجل كده، الحشرات الميتة بتتسجل لوحدها والحشرات اللي حصل لها نوك داون بتتسجل لوحدها. عشان كده لازم تغير طريقة حكمك على المبيدات، لان في مبيدات بتأثر على الجهاز العصبي بسرعة جدا فتديك منظر قوي جدا بعد الرش، الحشرة تجري تتشنج تقع. وفي مجموعات تانية تأثيرها بطبيعته أبطأ لأنها بتشتغل على عملية مختلفة داخل جسم الحشرة، زي مثلا النمو أو التطور بتاع الحشرة. ومش منطقي أصلا من المبيدات دي إنك تستنى الحشرة تقع قدامك في ثانية. لكن في حاجة ثالثة كمان بنبص عليها غير سرعة القتل وموت الحشرة، إحنا دايما بنبص على حاجة اسمها الريزيدوال إفكت، يعني بعد الرش ده ما ينشف هل السطح المعالج لسه بيأثر في الحشرة ولا تأثيره راح؟ يعني هل المبيد ده قادر إنه يأثر على الحشرة اللي هتعدي عليه بعد فترة؟ لأن ممكن يبقى في مبيد ممتاز جدا في القتل السريع لكن مش ده الدور اللي انا محتاجه في الخطه بتاعتي، وممكن يبقى في مبيد ابطا في النتيجه الظاهريه لكنه بيحقق وظيفه تانية مهمه في الحاله اللي موجوده قدامي. عشان كده لما باجي اقيم مبيد، السؤال المهم عندي مش ان المبيد ده قتل الحشره في كام ثانيه، السؤال هنا انا عايز المبيد ده اصلا يعمل ايه؟ عايز اسقاط سريع للحشرات ولا عايز قتل نهائي بعد التعرض للماده دي ولا عايز اثر متبقي للحشرات اللي هتظهر بعدين؟ الثلاث حاجات دول مش زي بعض خالص، ومش شرط المنتج اللي يكون متفوق واحده من الحاجات دي انه ينفع للحاله بتاعتي او انه يكون الافضل فيهم. فعشان كده المره الجايه لما تيجي تشتري مبيد وحد يقول لك ان المبيد ده قوي جدا جدا والحشره بعد ما رشيت المبيد ده وقعت فورا، افتكر اللي انت شفته ده اسمه نوك داون، وافتكر دايما ان المبيد مش في سباق مين يقتل الحشره اسرع. المبيد وادائه الحقيقي وقوته الحقيقيه بتتقاس بمدى نجاحه في الوظيفه اللي انت اخترته عشانها. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن المبيدات والحشرات تواصل معانا.